السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم وصفه ديال الكيك بالكريمه. كانت عندي واحد الطلبيه كنت ضروري نشاركها مع البنات. كتجي خفيفه هشه وقطنيه بكريمه لذيذه وبمذاق الحامض الحاضر فيها حامض بدون حامض كتجي رائعه. البنات جربوها ومأكده غادي تعجبكم وغتنال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم الوصفه خليو لايك، بارطاجيو القناه ماكسيموم مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. ويلا نبداو. غادي نحتاج جوج ديال البيضات. الكيك المعتاد عندي ديال جوج بيضات. غنحتاج نص كاس ديال السكر، حبيبات السكر سنيده تكون سنيده، حبيبات ديال الرقاق، قبسه من الملح، شاصي ديال الفاني ديال الزهر او زهره البرتقال. تقدروا تعوضوها البنات بشاصي ديال الفاني عاديه ديال 7 غرام ولا ملعقه ديال السكر فاني. المهم غادي نخلط المكونات ديالي جيدا غير بالطراب اليدوي على هذا الشكل اللي كتشوفوا. البنات اللي بغاو يديروا الخليط كامل في مولينكس كيبقى لكم الاختيار، نتوما كتختاروا اي نوع غادي تخدموا به. المهم انا كنخدم غير بالطراب اليدوي، ما كيشدش وقت كبير وكيعطيني نتيجه زوينه. كذلك غادي نضيف نص كاس ديال الزيت النباتي وغادي نرجع نخلط المكونات ديالي جيدا على هذا الشكل. المهم كل مكون كنضيفه كنعطيه وقته في الخدمه، يعني كنخدمو بالفوي حتى كينسجم ليا وكيدخل في الخليط باش كنتحصل على نتيجه رائعه. من الاحسن خدموا كل مكون على حده وخدموا المكونات ديالكم مزيان بالفوي، يعني ما تزربوش باش يعطيكم نتيجه زوينه. غادي نضيف ملعقه صغيره عامره مزيان ديال النكهه ديال الحامض، وتقدروا تزيدوا البنات حتى قشور الحامض الا كان متوفر عندكم. انا هنا ما كانش متوفر عندي. المهم كنرجع نخلط مزيان على هذا الشكل. هاد النكهه كتعطينا حتى اللون، يعني كتعطينا نكهه الحامض وحتى اللون ديال الصفيفر كيعطينا لوين زوين. عندي كاس ديال الحليب درجه حراره المطبخ وغادي نرجع نخلط المكونات ديالي جيدا. بالنسبه للبنات اللي غيخدموا بدانون ممكن ماشي غير ممكن ميرا غادي تدخلوا كميه اقل ديال الدقيق. غادي نضيف جوج ديال الخميرات. وزن كل خميره 8 غرام، في مجموع 16 غرام ديال خميره الحلوى. ضروري نغربلوها البنات، كتبقى مرحله ضروريه هاد ديال التغربيل ديال النواشف ديالنا في الكيك بالخصوص. عندي كاس ديال الدقيق ابيض ممسوح عباره كاس العنبه. الكاس غادي هو مغربل انا ديجا ملي كنجيب الدقيق كنغربلو، ولكن هنا كنفضل انني نعاود نغربلو في الكيك. نغربلو ديك الساعه ونرجع نخلط بالفوي على هاد الشكل اللي كتشوفوا حتى كينسجم لي داك الدقيق وما كيبقاو عندي لا تكتلات لا حتى شي حاجه، لا ديال الخميره ولا ديال الدقيق الابيض، نوعيه جيده. وغادي نخلط مزيان على هذا الشكل. غادي نزيد الكاس الثاني اللي هو هذا. كيف قلت لكم العباره ديال كاس عنبه 100 غرام 110 غرام على حسب العماره ديال الكاس اللي غادي تخدموا به. المهم غادي نغربل الدقيق وغادي نرجع البنات نخلط بالفوي على هذا الشكل حتى غادي ينسجم ليا الخليط مزيان وغنتحصل على واحد الخليط اللي ليس ومتجانس على هذا الشكل اللي كتشوفوا. غيجيكم هنا ثقيل، ولكن راه غنضيف واحد ربع كاس ديال الماء طايب. هذه هو السر ديال الكيك ديالي. ربع كاس ديال الماء كيكون غليان يعني كيغلي كنضيفه فوق الخليط ديال الكيك ديالي وكنرجع نخلط على هذا الشكل اللي كتشوفوا. يعني هذا هو القوام اللي غادي نخدم به، ما كنزيد حتى شي حاجه البنات. هو ملي كتضيفوا الكاس الثاني كيجيكم الخليط راه ثقال، ولكن ملي كنضيفوا هذا ربع كاس كيجينا هو هذاك الخليط متجانس. القوام ديال الكيك ما خفيف ما ثقيل، كيجي خليط رائع البنات. جربوه متاكده غيعطيكم واحد الهشاشه في الكيك هذاك الماء وكيعطينا واحد الرطوبيه وكيجي الكيك رطب ورائع. جربوه ما غاديش تندموا. انا معتمد عندي هاد الطريقه معتمده عندي. خديت المول ديال العجيب ديال الانوكس على هذا الشكل اللي كتشوفوا كيعطيني واحد الشكل زوين. هذا كيعجبني نخدم به بزاف. غادي نفرغ فيه الخليط ديالي. ديجا هنا شعلت الفران ديال هذا ديال الضو، شعلت عليه الفوق والتحت. العافيه كنحط اللاطه الوسط البنات، عافيه من الاسفل ومن الاعلى 170 درجه. من بعد ما كطيب ليا كنخرجها على هذا الشكل كنقدمها في هذا المول اللي غنزينها فيه. باش نحضروا الكريمه حتى جيت 2 كيسان ديال الحليب. غنضيف عليهم 3 معالق ديال السكر وملعقه كبيره من دقيق ابيض نوعيه جيده، ملعقه من الفاني بودر وملعقه من نكهه ديال الحامض، ملعقه كتكون عامره شويه. غادي نخلطها على البارد جيدا وغادي نحطها فوق البوطه عافيه مهيله حتى كتعقد ليا الكريمه على هذا الشكل اللي كتشوفوا وكيطيب لي هذاك الدقيق في الحليب. من بعد كنفرغها فوق الكيك من بعد ما برد ليا. كنحاول نزرب في هذه المرحله باش كيبقى لي السطح ديال الكيك متجانس ومتماسك.
ومستوي، يعني ما كيكونش فيه تكتلات. من بعد ما بردت ليا جيدا دخلتها للثلاجه، وغادي نزينها بهاد الشوكولا غولي على هاد الشكل اللي كتشوفوا. خديت اللون الابيض يعني الشوكولا البيضاء رولي، وغادي نزين بها واحد شويه. خديت كذلك هاد اللون ديالها البرتقالي كذلك حتى هي غنزين بها باش نكسي شويه هذاك الصفر. من بعد البنات غادي ناخد كذلك شوكولا غولي في الاصفر حتى هي غنزين بها. المهم التزيين كيبقى اختياري، تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا، واللي متوفر عندكم البنات زينوا به. انا فضلت ندير هذا التزيين اللي كيجيني زوين صراحه وكيعجبني وكنخدم به دائما، غير اليوم قلت اجي نشارككم مع البنات. هنا خديت هذوك الفرomboise اللي كيكونوا اصطناعيين، يعني حلوه ديال الفرomboise كتباع راه زوينه صراحه البنات، كتعطينا نتيجه غزاله وكنزينوا بها لي كيك كتجينا زوينه احسن من الفرomboise طبيعي. درت واحد 3 ديال الحبات في الوسط ديال الكيك. هنا خديت واحد شويه ديال اللوز ايفيل اللي غير مصهد ما محمرش البنات تاخد اللون غير مصهد صافي، وكنديروا من الجوانب على هذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا. بالنسبه للثمن البيع كنبيع البنات ب70 درهم، داخل فيها لومبالاج كرتونه وكل شيء وتزيين وكل شيء، داخل فيها الفران، داخل فيها كل شيء المكونات. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. القطر ديال المول 28 سنتيم. الى هنا وصلنا نهايه الفيديو، نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم الفيديو خليو لايك، بارطاجيو القناه ماكسيموم مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده للجميع. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ملقانا في فيديو جديد ان شاء الله.